في عضو هيئة رئاسة الانتقالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي، وبناقش الموضوع اللي قال بأنه الدولة العميقة هي المسؤولة عن إفشال الحكومة. أنا معه، يا كان هو مش في الحكومة، لكن طالما أنه في الحكومة فهو يتحمل جزء من المسؤولية. يعني ما في لا دولة عميقة ولا شيء، ولا يحزنون. ها؟ هو قوة القرار، اتخاذ القرار في تأمين أبناء الجنوب في عدن، في حضرموت، في المهرة، في ده. قوة القرار لدى القادة الميدانيين ضعيف جدا. هل مع استمرار وزراء الانتقالي في الحكومة أو الانسحاب؟ بصريح العبارة الانسحاب. ليش؟ يا بها يا بجنبها. كيف يعني؟ يعني يا تشلها 187 وتنفذ التزاماتك تجاه شعبك وانت عانيت معاهم خلال الفترة السابقة، يا بلاش. تقصد انه الانتقالي وهو في الحكومة مش قادر انه يعمل كأنه ايده مغلولة؟ يا اخي هذه المسألة مش مقياس ابدا. هو قوة الوزراء في اتخاذ القرار. انا اطرح رأيي واوضحه لشعبي انه اتخذت قرار 1 2 3 فيما يخصني كوزير اولا، وفيما يخص معاناة شعبي ثانيا. فإذا كان ما قدرت أوصل هذه الفكرة، بالتالي لا داعي لبقائي داخل الحكومة. وهذا أنا أقولها لأن